النائب الأول لرئيس جامعة أنجرة، مستشار مجلس الجهة طنجة تطوان الحسيمة، ومدير فني لمهرجان أنجرة للتراث. كما تابعتم، جرت اليوم الدورة الرابعة، نظمت اليوم الدورة الرابعة لمهرجان أنجرة للتراث. هذه الدورة اللي كتنظم تحت شعار التراث الأنجري موروث مغربي وامتداد متوسطي. وهذا المهرجان اللي كيتزامن هذه السنة مع الذكرى 25 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. هذا المهرجان اللي كينعقد وفقا ديال التطلعات ديال الساكنات ديال الأنجرة، اللي كنهدفوا من خلاله إلى الحفاظ على الموروث المادي ولا المادي للمنطقة. هذه المنطقة اللي كتسخر بواحد التراث كبير وكبير جدا. الفقرة ديال هذا البرنامج كما تابعتم اليوم الأول كان هناك كرنفال تراثي اللي شاركوا فيه العديد من الفرق سواء محلية أو جهوية أو إقليمية. من الموازاة مع ذلك غادي تنظم ندوة فكرية حول المرأة، وهناك أمسية شعرية، وكاين صبحية ديال الأطفال، وسهرتين إن شاء الله يوم السبت والأحد. واش هناك إقبال بالنسبة لهذا المهرجان؟ بالطبع المهرجان ديال أنجرة للتراث ابتداء من الدورة الأولى الثانية كيعرف واحد نجاح كبير وكبير جدا، وكنتوقعوا هذه المرة غادي يكون واحد الحضور كبير، وهذا الشيء اللي غادي تشوفوه إن شاء الله غدا السبت والأحد. شنو هو المميز في هذه الدورة الرابعة؟ المميز في هذه الدورة الرابعة هو كنكرسوا من خلال الفقرات والبرامج ديالو هو الحفاظ على الهوية ديال هذا المهرجان أنجرة ديال التراث من خلال هذه الفقرات اللي هي فقرات تراثية بالدرجة الأولى.